اعملوا سيف لهاي الوصفة. خبز رمضان تركي ب5 مكونات على أصوله بدون أي إضافات. وصفة سهلة بمكونات بسيطة. يلا خبز رمضان. خبز هش طري وبشهي. رح أشارككم وصفة تركية تانية بهاليومين باستخدام هاي الخبزة. نخلط مي دافية مع خميرة وسكر ونتركه على جنب لمدة 10 طحين. بنخلط وبعدين بنزيد خلطة الخميرة وبنعجن لحد ما المكونات تتجانس وتتكون عنا عجينة لزجة. بننقلها على صحن غميق، بنغطيها وبنخليها تخمر لمدة ساعة. هلأ بنقسمها لقطعتين. فيها وبنحطها بصينية مع ورق زبدة لترتاح 10 دقائق. بنخلط صفار بيضة مع شوية لبن وخل وبنبلش نشكل عجينة بهذا الشكل. ندهن خلطة اللبن وبنشكلها لدائرة. بروس أصابعنا بنضغط الأطراف حوالين الدائرة وبعدين نضغط خطوط مستقيمة بالطول وبالعرض. بنرش سمسم وحبة البركة وبنخبزها بفرن